السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. رمضان مبارك، يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد في مطبخ زيزو العبديه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم جوج ديال الاقتراحات. اول فطور في رمضان، اول حاجه هي الحريره المغربيه على الطريقه التقليديه وسر البنه ديالها. كتجي فيها واحد البنه ديال زمان ما تشبعوش منها. وغادي نشارك معكم ايضا مسيمنات على شكل هلال كيجيو مورقين بحشوه لذيذه واقتصاديه. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. اول حاجه غادي نقوم بتحضيرها هي الحريره اللي كنحتاج ليها واحد الكيلو ديال المطيشه. كناخذ مطيشه كنسلقها وكنطحنها. عندي زلافه ديال الحمص اللي خليته بالقشره ديالو، ممكن تفسخوه الا بغيتو. نص زلافه ديال العدس، زلافه مع مراش ديال القزبر ومعدنوس والكرافس مقطعين. كناخذ تقريبا نص ربطه من كل حاجه، حبه صغيره ديال البصله محكوكه. عندي هنايا شويه ديال اللحم مقطع، واحد العظم باش كنبنوا هاد الحريره وكتجينا بنينه. اللي ما توفرش ليها اللحم تقدر دير غير شويه ديال العظومه وتبنن بهم الحريره ديالها. غادي نزيد هنايا قياس معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال خرق ومعرق، معلقه صغيره ديال سكينجبير، قريصه ديال الكمون، قريصه ديال القرفه. بالنسبه للقرفه والكمون غير ما هزوا لكم صباعكم بجوج. غادي نزيد هنايا واحد ربع كاس ديال زيت المائده، وغادي ندير الحور ديالي فوق من الفاخر. هاد الحريره البنات انا غادي نطيب فوق من الفاخر، هذا هو السر ديال البنه ديالها. مع هاد الحور ديال الطين ما يصلح ليها غير الفاخر. صافي كنخلي المكونات ديالي كيتشحروا مزيان فوق الفاخر حتى كنشوف المكونات ديالي يتشحروا ليا مزيان. عاد كنزيد ليهم الماء الكافي فاش غادي يطيب ليا هاد الحريره. كنزيد غير الماء بارد. بالنسبه للملح البنات كما شفتوا معايا ما ضفتهاش في الاول، غادي نضيفها حتى للاخير باش دغيا كيطيب ليا الحمص وما كياخذش ليا الوقت كثير. صافي هنا من بعد ما طابت ليا الحريره ديالي غادي نزيد واحد المعلقه ديال مركز طماطم او حك مطيشه، معلقه كبيره خلطتها مع شويه ديال الماء. وغادي نزيد الملحه على حسب الذوق. كما قلت لكم البنات ما ديروش الملحه في الاول باش دغيا يطيب لكم الحمص، لان هذا الحور ماشي بحال الكوكوت كياخذ الوقت في الطياب ما كيطيبش دغيا. هنايا زدت نص زلافه صغيره ديال الشعريه ديال السفه، كتجي زوينه في الحريره احسن من الشعريه العاديه. صافي هنايا من بعد ما غلات ليا كنزيد هنايا الدقيق اللي كنكون مخلطاه مع الماء، وكندور الحريره ديالي في القياس، يعني ما تكونش ثقيله وما تكونش خفيفه. المهم كل واحد كيدور الحريره على حسب الذوق ديالو. كاين اللي كيبغي الحريره ثقيله، وكاين اللي كيبغيها متوسطه، وكاين اللي كيبغيها خفيفه. يعني كل واحد كيدورها على حسب الذوق ديالو. صافي هنا من بعد ما غلات ليا الحريره ديالي مره مره كنحركها حتى كطيب، كيطيب ليا داك الدقيق وكطيب لي ديك الشعريه. غادي نزيد لها هنايا معلقه كبيره ديال السمن، وغادي نزيد واحد جوج بيضات اللي خلطتهم. انا كتعجبني الحريره المغربيه ولا الحريره الحامضه يكون فيها البيض. اللي ما كيعجبهاش البيض تقدر ما ديروش. صافي في هذه المرحله كنخلط هذاك البيض مزيان مع السمن وغادي نحيدها من فوق الفاخر. صافي الحريره ديالي هنا كتكون طابت كتكون واجده. كيكون هذا هو القوام ديال الحريره ديالي اللي حضرت معكم اليوم. صدقوني البنات هاد الحريره في هاد الحوار ديال الطين مع الفاخر كتجي فيها واحد البنه ديال زمان اللي ما بقيناش كنلقاوها في هاد الوقيته ديال دابا. الصراحه كتجي لذيذه ما تشبعوش منها. كنتمنى انكم تشروا هاد الحور ديال الطين وتجربوها على الفاخر وتردوا عليا. اللي شرب عندي هاد الحريره كيقول لي هاد الحريره فيها شي مذاق مبدل، ماشي بحال الحريره اللي كنوجدوا في الكوكوت. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره المغربيه اولا الحريره الحامضه على الطريقه التقليديه. كتجي رائعه وكتجي لذيذه، واحد المذاق فيها واحد البنه سبحان الله. كتكون فيها واحد البنه اللي هي مغيره على الحريره اللي كنوجدوا في الكوكوت. غادي ندوز هنايا باش نحضر معكم المسيمنات اللي كنحتاج فيهم. نص كيلو ديال الدقيق يكون ممتاز مغربل. عندي 250 غرام ديال دقيق القمح. عندي معلقه كبيره ديال الجبن كريمي. ديروا اي جبن توفر لكم، ممكن ديروا غير الجبن مثلثات او مربع الا توفر لكم. جوج معالق كبار ديال الخل، معلقه صغيره ديال الملح دائما كتبقى على حسب الذوق. خماره وزن 7 غرام، معلقه كبيره ديال العسل. وغادي نجمع العجينه ديالي بالماء بارد.
كنضيف الماء شويه بشويه وكنجمع العجينه. كنحاول نحاول هذه العجينه تكون رطبه من الاول، ما نخليهاش قاصحه صافي باش ما نبقاش نزيد ليها الماء. هنايا كنجمع العجينه ديالي وكندلكها شويه. صافي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها كتكون على هذا القوام، كتكون رطبه وفي نفس الوقت ما كتكونش مرخوفه بزاف. غادي نديرها في واحد البلاستيكه ونخليها كترتاح على ما نوجد الحشوه. بالنسبه للحشوه عندي فيها الفلفله خضراء والفلفله حمراء مع البصله مقطعين رقيق. غادي نزيد عليهم شويه ديال زيت المائده، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال الخرق ومعلق، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الملح. صافي وغادي نحرك المكونات ديالي وغادي نخلي الحشوه ديالي العافيه اللي كتكون مجهده حتى كتشرب ليا داك الماء، وكنخليها على العافيه اللي كتكون متوسطه كتشحر حتى كطيب وكتعلق وكتولي على هذا الشكل. غادي نزيد ليها الصدر ديال الدجاج اللي كان عندي طايب، كان شاط ليا من دجاج محمر وقطعته رقيق في الهاشوار. زدت لهاد الحشوه، وهنا عندي الشعريه الصينيه اللي فزقتها في الماء طايب حتى طلقات وقطعتها. وغادي نخلط المكونات ديالي مع بعضياتهم، وغادي نخلي هاد الحشوه كتشحر واحد 3 دقائق حتى يتشرب ليا داك الماء اللي كيكون في الشعريه الصينيه. صافي وغادي نطفي عليها ونخليها كتبرد. بالنسبه للحشوه راه ممكن ديروا اي حشوه نتوما كتفضلوها ولا بغيتوها كديروها، ماشي ضروري تقيدوا بهذه اللي انا درت. صافي هنايا جبت العجينه ديالي وغادي نقسمها كويرات اللي كيكونوا بحجم صغير. كنشكل هنايا كويرات، ممكن ديروهم صغار من هذا القياس، انا درتهم تقريبا متوسطين، ما صغارش بزاف وما كبارش في نفس الوقت. صافي غادي نستمر بنفس الطريقه، كنشكل العجينه اللي عندي كامله كويرات. بعد ما كملتها غادي ندهنها بشويه ديال الزيت ونغطيها بواحد البلاستيكه ونخليهم يرتاحوا لي واحد 5 دقائق باش يعطيوني الطوع، ولا 10 دقائق. صافي وندوز نخدم بهم مباشره. كنجيب هنايا واحد الكويره ديال العجين وكندهن سطح العمل بالزيت، كنبسطهم غير بالزيت. دوبت هنايا الزبده. بالنسبه للزبده خدمت بالزبده لده اللي كنوجدوا بها الحلوى. صافي من بعد ما كنبسط العجينه ديالي بهذا الشكل كندير قياس واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، معلقه كبيره عفوا ديال الزبده، وكنطويها على شكل مسمنه بالطريقه العاديه. ومني كنطويها ضروري كندير وسط منها الزبده باش كتجيني مورقه. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كنبسط الكويره ديالي بالزيت، غير بالزيت فقط، ما كنديروش الزبده في الاول، حتى كنبسط العجينه ديالي مزيان وكندير فيها قياس معلقه كبيره ديال الزبده وكنطويها بهذا الشكل. كندير فيها شويه ديال الزبده باش كيجيني المسمن ديالي مورق. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله، كنشكلها مسيمنات بهذا الشكل. وكنجيب المسمنه الاولى اللي حضرت وكنبسطها وكنحاول نبسط القنات. كنركز على القنات هما اللي كنبسطهم مزيان بهذا الشكل، وكنحاول نشكل المسمنه ديالي على شكل معين بهذا الشكل، وكنضغط على دوك القنات مزيان باش ما يجيونيش غلاط. صافي غادي نجيب هنايا الحشوه تقريبا واحد معلقه كبيره ولا معلقه ونص، كنحطها في الوسط بهذا الشكل وكنبدا كنلف بهذه الطريقه كما واضح في الفيديو. كنشكل على شكل هلال. هذوك الجنيبات كنحاول نقرصهم باش ما تخرجش لي الحشوه على برا، وكنحطها في اللاطه اللي كنكون فرشه على ورق الفرن ولا دهنها شويه بالزيت. غادي نعاود معكم واحده اخرى. كنجيب المسمنه وكنبسطها، كنحاول نضغط على القنات كما شفتوا معايا، هما اللي كنركز عليهم باش ما يجيونيش غلاط ويجيني المسمن ديالي مورق. وكنحاول نشكل المسمنه ديالي على شكل معين او على شكل او على شكل مكعب عفوا. وكنحط الحشوه ديالي في الوسط بهذا الشكل. كديروا الكميه اللي بغيتو ديال الحشوه. من بعد ما كتكون بردات الحشوه تماما باش ما تشركش لينا العجينه، وكنشكلها بهذه الطريقه على شكل هلال. الطريقه راها واضحه في الفيديو.
صافي وكنحطها في اللاطه. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله. وانا كنقرص دائما، كنركز على القنات، هما اللي كنضغط عليهم مزيان باش يجوني رقاق ويجوني مرقين، وكنشكلهم على شكل هلال. كيجي الشكل ديالهم زوين وكيجيو بحال شكل كرواسه. المسيمله ديالي من بعد ما كملتهم، عندي هنايا صفار بيضه مع معلقه صغيره ديال صلصه الصوجه، وغادي ندهن بها هاد المسيمنات. كيجي فيهم واحد اللون مذهب وزوين. ممكن دهنوا غير بصفار بيضه وشويه ديال الخل. الا ما توفرش لكم صلصه الصوجه، ديروا واحد القريصه ديال السكر كلاصي، حتى هو كيعطي واحد اللون مذهب وزوين. صافي هنايا من بعد ما دهنتهم بالبيض، غادي نرش عليهم شويه ديال الجنجلان الابيض وشويه ديال البافو. في هذه المرحله كنكون مسخنه الفران، كندخلهم الفران، كنشعل عليهم من الفوق ومن التحت، كنخليهم غير واحد 5 دقائق حتى يبانوا ليا تنفخوا وتورقوا. صافي وكنطفي عليهم الفوق وكنخلي غير من التحت العافيه مهيله حتى كيطيبوا وكيتحمروا ليا من التحت. عاد كنحمر من الفوق، يكون هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كيجيو مورقين هشاش، كيجيو رائعين. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بتعاليقكم الزوينه ولي لايك الفيديو. السلام عليكم، الى الفيديو الجاي ان شاء الله.